السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير بألف خير. اليوم غير على القصص اللي كنعاود لكم ديما. هاد القصه نتاع واحد البنت، اي بنت كان وقع لها مشكل في حياتها، وبغيت نعاود لكم هاد القصه. يعني بحال نبقاو نديرو ويكونوا هاد القصص عبره يستافدوهم من البنات. نعاودها بلسانها توصل لكم. انا سميتي وئام، تزاديت وتولدت في واحد الاسره محافظه في مدينه برشيد، بالضبط يقولوا له الحي الحسني. كنت انا الوحيده اللي بنت في دارنا وسط عائله كتكون من 4 ديال الاولاد، وانا بنت وسط منهم. وهذا علاش كنت عزيزه على ماما وبابا بزاف، وحتى على خوتي ما كانوش كيحرموني حتى شي حاجه اللي حليت عليها فمي كيجيبوها ليا. وحتى خوتي كانوا كيموتوا عليا، وإلا شراو شي حاجه ضروري كيشريو لي معاهم حتى انا. خوتي اللي ملي كنتفكرهم دابا كنبقى نبكي حتى كيبدا يدوز الدم في عينيا بلاصه الدموع. دخلت المدرسة للروض، قريت، ومن بعد الابتدائي مشيت الاعدادي الثانوي، شديت الباك ديالي، وكنت كنجي انا الاولى في القسم، وحتى في البكالوريا حصلت عليها بامتياز. وطلعت الكليه، انتقلت باش نسكن في واحد المدينه سميتها سطات في الحي الجامعي، حيتاش برشيد ما كانتش فيها الكليه. وهنا غادي تتغير حياتي تماما. من بعد ما كنت وئام متدينه والمحترمه والمربيه، وئام اللي ما كتهش عينيها في عين شي ولد ولا راجل واخا يكون من العائله، غاديه تقلب 180 درجه. المهم كنت في واحد البيت مع 3 ديال البنات كانوا جايين مضوحين تاع السطات، بنات خفاف وزيغات بزاف. من اول ليله معاهم طلبوا مني نخرج معاهم ندورو شويه في السطات، ومشيت معاهم. كانوا لابسات شي لباس، انا غاديه معاهم وحشمانه شي هو هذاك بلا ما نوصف لكم الحوايج. البلاصه اللي دزنا منها كيبقاو يتبعونا عليها الولاد، بقاو يعكسونا كيخصهم يهضروا معاك الصح. وفي الاخير وقف واحد مول الطوموبيل تبعنا هو وصحابو، كانوا كيتبعوا صحاباتي وتيجد لها في يديها يجرها. كانت واحد صاحبتي سميتها سلمى، ولكن اللي فين كاين المشكل هو انهم كيعجبهم الحال وكيبقاو يضحكوا معاهم وداك التكركير عادي بحال اللي مولفين هو بهادشي. ولكن انا من شفت داك المنظر صافي كملت طريقي، ما وقفتش معاهم. حتى البنات الاخرين اللي كانوا معايا، يعني كنا 4 بينا، 3 د البنات، حتى لما كانت واقفه حتى هما 2 بنات الاخرين وقفوا معاهم. واحد من هادوك الدراري قال لواحد صاحبتي: مال صاحبتكم مكمله الطريق واش ما عندهاش الفرانات؟ وهي تقول لي: خديجه سير تبعها وشدها راها ما كتوقفش. بالفعل تبعني وشدني من يدي، ما شعرتش ودرت وصرفقته في وجهه. هو يضربني بنص حتى جا راسي على الارض وتجرحت مع الحاشيه نتاع التروطوار. جاو البنات كيمسحوا ليا وانا كنبكي وكنسب فيه وكنعاير، وجاو عندنا صحابو كيطلبوا مني السماح، تيقول لك: غير سمحي لينا مسحيها فينا، راه ما عقلش على راسو من صرفقتيه. وصافي انا دفعت البنات ومشيت كنجري وشديت الطاكسي ورجعت بحالي للحي الجامعي. من بعد واحد الساعه دخلوا البنات وبقاو كيطلبوا مني السماحه، وقالوا لي: راه حتى انت يا صاحبتي زدتي فيه، او زعما تصرفقي الراجل راه نورمال زعما يفقد الاعصاب ديالو. بقاو كيطلبوا مني السماحه، قال لك هو كان باغي يضحك معاك وصافي. المهم صرتها ونسيت. دازت ليام، من بعد بديت كنخرج معاهم كل نهار من بعد القرايه، وكل نهار كيجمعوا مع الولاد كنكونوا معاهم في الطوموبيلات كنمشيو للقهاوي. واخا انا غير خارجه معاهم ما كنخلي حتى ولد زعما يقيسني ولا تربطني معاه شي علاقه. المهم انا غير كنشوف، انا خارجه كنشوف. واحد النهار كنا في واحد القهوه ديال الجرده اللي قريبه من الكليه، وهو يجي عندي هذاك الولد اللي سبق وصرفقته وردها لي. جلس حدايا طلب مني زعما نسمح ليه يجلس حدايا، وحشمت وسكت. صافي كيهضر وانا كنسمع ليه اش كيقول. طلب مني السماحه على النهار اللي ضربني فيه، وقال لي بلي راه ما نعش 4 ايام من ورا هذيك الواقعه، زعما بسبب تانيب الضمير. هضرت معاه ودخل لي في خاطري حيتاش كان زوين وهضرته مقبوله. من بعد وليت كنتلاقاه يوميا، كنمشي معاه القهوه. البنات كيشجعوني على هذا الشيء. حتى غادي يجي واحد النهار غادي تقلب حياتي تماما، غادي نتبدل من وئام البنت المحترمه بنت العائله الى وئام اللي دارت واحد الغلطه وندمت عليها عمرها كامل، نقدروا نقولوا عليها ولات بنت زناقي. وهذه هي التفاصيل كيفاش غادي نتبدل. سمعوني وخذوا منها عبره. واحد المره مشيت انا وهذا الولد يونس، انا ويونس للقهوه وجلسنا شي شويه. وقت الغداء طلب مني نمشي معاه زعما نتغداو في شي سناك، نرجعوا. وانا وافقت، ركبت معاه في الطوموبيل مشينا لمدينه سطات. الطريق قال لي: شحال هذه ما كليت ماكله ديال الدار؟
راه قتلتني الماكله ديال الزنقه ومرضتني في المصاري. معلاش ما طيبش لراسك في الدار؟ قال لي ما كنعرفش. قلت ليه وانا غير بالضحك، انا نعلمك الهلا يحوجك. ولكن هو دارها بصح، وبقى لاصقني وكيقول لي اليوم غادي تمشي معايا توكليني الماكله ديال الدار راني توحش. تعلميني واخا نبقى نعرف وندير غير ماكله وحده. وانا ما لقيتش شنو ندير، هو كيطلب ويرغب. جيت معاه، دينا من السوق الخضراء، تقدينا اللحم شويه ديسير، دخلنا للدار. اللي كاره هو واحد صاحبو ما كيجيش حتى العشيه من الخدمه. دخلت وكيت كنوجد في الغدا وهو كيضحك، يبقى يعاكسني مره وانا كنقول ليه يا اما تهدى ولا نمشي بحالي، داك الضحك الباسل. هو يقول لي انا غير كنضحك معاك وكنبغيك وما نقدرش نصبر على حبك. من بعد شي ساعه تقريبا كان كلشي واجد فوق الطبله. تغدينا وهو كيوكلني بيدو. فرحت واحد الفرحه وتمنيت كنت مراتو وكان هو راجلي، وهذه دارنا وعايشين في الحلال. قلتها ليه، هو قال لي علاش لا، راني كنبغيك وفي القريب ان شاء الله نوجد راسي ونديرها معاك. من بعد الغدا قال لي اجي نتفرجوا شي فيلم. جينا تفرجنا درنا فيلم. بدات المغازله بلا ما ندوي في التفاصيل. وقع اللي وقع. منين وقع اللي وقع انا تصدمت. بقى كيقول لي انا باغيك الحلال، ما غاديش ندوزك واخا يوقع اللي وقع. طلبت منه بكثره الخوف غير يخرجني نمشي في حالي. وخرجنا ومشيت وانا كنترعد وكنبكي. بقيت الليل كله كنبكي والبنات كيسولوا فيا. قلت لهم والو، قلت لهم غير مريضه. من مور هذا الشيء الغد ليه حسيت براسي شويه، بديت كنت زعما الهم ديال داكشي اللي وقع البارح. بدات اني بالضمير كنقص واحد شويه، خصوصا انني حلفت ما نبقى نعاود بحال هادشي، بحال نعاود هاد الفعله. انني نتوب الله ونصبح نوض نصلي الفجر دائما يوميا، قيام الليل. لانني كنت اصلا قبل الكليه وقبل ما نمشي للحي الجامعي كنت انسانه متدينه، والاسره ديالي كلها مدينه ولله الحمد. خوتي ما كيفوتوش الصلاه في الجامع. قررت نتصل بيونس باش نقول ليه بلي هو ما مزيانش وانه ما دارش الضمير ديالو، ما اعتبرنيش بحال اختو وحده من الاسره ديالو. ملي كنعيط ليه التليفون ديالو ما كيجاوبش. عاود اتصالات مره وعشرة المرات بلا فائده. السيد طفى التليفون وما نعرفوش بدل النمره ديالو. دازت 15 يوم ونسيت شويه الهم وانا على طريق الله. مشيت لدارنا في واحد الزياره نهايه الاسبوع. بقات ماما كتسولني على القرايه وعلى كيفاش عايشه في الحي الجامعي، وكتوصيني مسكينه على الاحترام والشرف. وقالت لي بلي خوتي الا شافوا اي حاجه ماشي هي هذيك غادي يقتلوني ويقتلوا راسي. بحال الا الله حسسها بلي وقعت لي شي حاجه. قلت ليها ما تخافيش يا ماما. والمشكله انه كان داك النهار كان واعدني انه غدلي غادي يتصل بيا، ولكن كانت مفاجاه كبيره دخلتني في واحد الحياه واحده اخرى. من بعد 25 يوم ورا الحادثه تاع ديك الممارسه الرذيله مع يونس، بدا كيجيني الوجع، الدوخه، الردان. بقيت النهار كامل بحال هكاك. صحاباتي قالوا لي واش كليتي شي بوكاديوس، واش شي حاجه خايبه؟ قلت لهم واقيلا كليت غير شي حاجه ماشي هي هذيك وضراتني. وانا كنكذب عليهم وكنتمنى باش يكون مجرد مصران وماشي شي حاجه اخرى لا قدر الله. ولكن الصدمه كانت كبيره ملي تعطلت عليا الدوره الشهريه وما جاتني. قلت ربما تغير في الهرمونات كما كيوقع بعض المرات. ولكن دازت 12 يوم واحده اخرى بلا دوره. بدات الخلعه والرعب كيركبوني. ما نعست 3 ايام متابعه الليل والنهار وانا كنسخف في الكليه بسبب الوقوف والجهد. وداتني صاحبتي ديال الحاجه الثاني في السطات، وكانت المفاجاه بلي قالت لي الطبيب بلي راني حامله. مبروك عليك، متبقايش تجاهدي في راسك. عرفتو، تمنيت الارض تفتح وندخل فيها. صاحبتي تصدمات وما بقاتش هضرت نهائيا، تزيزنات، بقات غير كتشوف فيا. انا بقيت كنبكي وكنضرب في راسي. وهي وهي تفيق شويه وعنقاتني وقالت لي ما تخافيش يا وئام، غادي نلقاو شي حل، كلشي غادي يدوز بخير، ما تخافيش. وقالت لي شكون هذا ولد الحرام اللي دارها؟ قلت ليها يونس اللي تعرفت عليه بسببكم. قالت لي غنمشيو عنده دابا، يا يدير الحل يا غنديرو معاه حنا الحل. ديك الساعه مشينا عنده للدار اللي كان كاري. دقينا خرجوا لينا شي بنات طالبات قالوا لنا على من كتسولوا. قلنا ليها واحد السيد كان هنا سميتو يونس. قالوا لي انا ما ساكن هنا حتى شي حد سميتو يونس، راه يلاه كاين هاد الدار 20 يوم هادي كانت خاويه كيف قال لنا مول الدار. عرفتو، وانا نبدا نضرب في وجهي. صاحبتي كتبكي وكتعنق فيه وكتقول لي صافي حنا اللي درناها ليك، ما فكرناش باللي انتي ما عمرك خرجتي ولا تعرفتي على الاولاد، كنتي كتخرجي ما تطيحيش في هاد المصيبه، ولكن وديري الاحتياط ديالك.
داتني للدار وقالت لي هي والبنات الاخرين خصك طيحيه، اي خصك طيحي بنادم بالاجهاض، خصك طيحي بنادم. قلت لهم ما يمكنش الا وقعت لي شي حاجه. قالوا لي ما غادي يوقع لك والو، غير تبعينا كلشي غادي يدوز بخير. وملي تحيدي بنادم من كرشك الذاكره ديالك راه حالها ساهل. نديوك عند واحد الطبيبه في الدار البيضاء تعمل الترقيع يعني بثمن مناسب ونتعاونوا معك، غير تساي شويه ورخفي على راسك. بالفعل مشينا عند واحد السيده معروفه بواحد الدرب في سطات ما نقولش سميتو كطيح. دخلنا عندها وطلبت منا 2500 درهم تحيدوا ليا. قلت لهم ما عنديش، يلا عندي 500 درهم باش ندوز الشهر. نضت وحده من صحاباتي قالت للسيده غير بداي معاها وانا غادي نمشي نجيب لك الفلوس. دخلتني السيده لواحد البيت وبقات كطبخ في شي عشوب ريحتهم كتقي كتجيب الدوخه، حتى ولا الماء ديال داكشي اللي كانت كطبخ بحال فيه الزفوريه. وقالت لي نشرب منه ولكن ما نقدرش نشربه. هي كتقول لي يا اما احسن واش تشربي وتغلبي على راسك تفضحي مع داركم. حاشاكم بقيت كنردو وسخفت، كثرت ردا سخفت وهزوني في السياره الاسعاف مره واحده اخرى. وقالت لهم الطبيبه قالت شي حاجه سامه وعطاوني الدواء. وقال ليهم سترد البال الجالين، هو بان لي انه عاق بيا انني كنت باغيه نطيح بنادم وانني حامله من الزنقه. كينصح فيا بطريقه غير مباشره بانني حفظني الله وكان ممكن نموت فيها. رجعت للدار وانا كنفكر في حاجه وحده ومصممه عليها بعد ما تكحالت الدنيا في وجهي، وهي الانتحار. صافي قررت انني ننتحر ونتهنى من هذا الهم الكحل. ملي رجعت من السبيطار طلبت من صحاباتي خلوني بوحدي ما يهضر معايا حتى شي واحد. دخلت لواحد البيت وسديت عليا الباب. جلست كان بكي ونعض في يدي ونضرب في وجهي شويه. صافي ما بقيتش كنفكر والعقل ديالي صافي تبلوكا. وانا نخرج مشيت كنجري عند واحد الدروغري طلبت منه يعطيني الدواء ديال الفار ورجعت نجري للدار. دخلت لبيتي والبنات كيسولوني مالك شنو اللي خرجتي كتشري برا، ملي جلستي معانا نسيلها ماشي شويه دابا زعما نلقاو لك شي حل. قلت لهم صافي غير سمحوا لي وخليوني باغيه غير نبقى بوحدي. شديت هذيك الدواء ديال الفار شربتها وهي تبدا من اول دقيقه تقطعوا لي المصارن ديالي وكنبقى غير كنتقيا. حاشا دخلوا البنات كيجريو شافوا الدواء ديال شافوا السم ديال الفار فوق الطابله بداو كيغوتوا كيضربوا في وجههم. خرجت وحده كتجري عيطات لومبيلونس. انا صافي تقريبا 5 دقائق فقدت الوعي والكشكوشه بدات كتخرج لي بفمي. ما عقلش على راسي حتى لقيت راسي في السبيطار من جديد. لقيت ماما واقفه حدا راسي هي وخالتي. شدتني الخلعه وكرهت راسي حيت مازال باقا عايشه. ماما مسكينه كتعنق فيا وتبوس وكتقول لي صافي ياك باغيه تقتليني، ياك باغا تصيفطيني للسبيطار الحماق. وبديت حتى انا كنبكي. شفت وحده من صحاباتي كتشوف فيا وقالت لي براسها زعما بالاشاره بان ماما راه في راسها كلشي. ملي ما شفتش بابا وخوتي عرفت بلي راهم صافي عرفوا الخبار وما بقاوش باغيين يشوفوني. قبل ما نسول ماما دخلوا جوج ديال البوليس بقاو كيحقوا معايا منين جاني السم ديال الفار وعلاش بغيت ننتحر. وقالوا لي الولد من هذاك اللي في كرشك شكون باه. قلت لهم الولد اللي دار فيا هادشي راه هرب ما عرفتوش فين مشى، حنا غادي نجيبو حتى لعندك واخا يكون حتى ديال الدنيا. خداو فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالي وسنيت لهم على داك المحضر. مشاو وماما قالت لي بلي بابا وخوتي حالفين عليا ما نبقاش نرجع عندهم للدار وما يوليوش يشوفوا وجهي. قالوا لها زعما نمشي في حالي ما تعرفنا ما نعرفوها. بقيت في السبيطار 4 ايام. داروا لي غسل المعده عطاوني الدواء وخرجت وداتني خالتي عندها للدار. جلست عندها شي 5. ملي بدات كرشي كتبان كنت واحد النهار خارجه مسخره خالتي. ملي رجعت سمعت خالتي كتغاوت هي وراجلها وصوتهم خارج للدروج. وقفت كنسمع وهو يقول ليها شوفي انا عندي البنات الصغار وعندي ولدي ميمكنش نبقى شاد وحده بكرش من زناقي ونفضح راسي ونفضح بناتي. الا بقيت شفتها هنايا في داري غادي نجري عليك انت وياها. وهي مسكينه كتبكي وترغب فيه. عرفتو حسيت بالارض دارت بيا وما بقيتش قادره حتى نبكي ولا نقول شي حاجه. ورجعت هبط من الدروج بلا حوايج بلا فلوس بلا والو. يلا الجلابه اللي فوقي، يلا الجلابه اللي فوق ظهري صافي اللي لابسه. مشيت كندور في الزناقي حتى وصلت للوتوروت اوتوستوب. بقيت واقفه دازت شي ساعه. هزني واحد مول الكامي وقف ليا قلت لي باغي نمشي لكازا وقال لي صافي راني غادي لتما. عاودت له القصه ديالي كلها وعلى اش وقع ليا من الاول حتى الاخر. بقيت فيه بزاف. قال لي غادي نديك عند واحد السيده سميتها فاطمه غير بوحدها عايشه هي وبنتها غادي تشدك عندها حتى تولدي. كنت حنا نبوس لي في يديه ونبكي وداني بصح لواحد الحي في كازا. انا ما كنبغيش نقول لكم الاسماء ديال الاحياء
تنقول لكم ما بغيتش نجبد الاسماء. نكمل لكم القصه. داني عند هذيك السيده، ولكن المشكله الكبيره هي انني من بعد ما استقبلتني هذيك السيده فرحت بيا هي وبنتها. دازت شي يومين كان شي حوايج ماشي طبيعيين، هي وبنتها كيلبسوا شي بس ماشي هو هذاك، كيبقاو على التليفونات غير بالهضره الخايبه مع الرجال. شويه وليت كنشوف الرجال كيجيو عندهم للدار وهي تشرح بنتها انهم من بعد الطلاق ديال ماماها ما بقاش عندهم اللي يدخل عليهم حتى توقيده. خرجت ماماها الزنقه تخدم في الدعاره والفساد، وملي كبرات بنتها دخلت حتى هي معاها لهاد الخدمه، لان البنت زوينه بزاف وكانوا الرجال اللي كيعرفوا امها كاع كيطلبوها عليها حيت هي مازال صغيره بنتها. وقالت بلي هذاك مول الكاميو اللي جابني عندهم داك النهار حتى هو زبون ديالهم من الزبائن، كيجي كينشط معاهم وخرهم مجوج عنده الدراري. وهنا غادي تبدا مشاكل وحده اخرى، حياه وحده اخرى كلها عذاب وجحيم ودل دل. دابا راني كنكتب لكم وكنوقف الدموع اللي حطيتهم ما حطهم حتى شي واحد. كاينين مشاكل في الحياه ولكن كنشوف راسي اكبر مشكل هو اللي عندي انا. ما بقادراش نزيد نحكي لكم مازال، وغادي نقول لكم كيفاش وئام غادي تحكم عليها الظروف، ترمي الحشمه وترمي العفه وتصبح انسانه وحده اخرى قلبها قاصح بلا كرامه وحاقده على كل شيء. رجعت للدار وانا كنفكر في حاجه وحده ومصممه عليها. من بعد ما كحالت الدنيا في وجهي هي ننتحر. صافي قررت انني ننتحر ونتهنى من هذا الهم كحل. من بعد مشات الايام ولدت بنيته ولدتني قابله في الدار. دازت الولاده بفضل الله سالمه بلا مشاكل. كنحس بلي راني صبحت ثقيله. بنتي سميتها لينا، صبحت ثقيله على فاطمه وبنتها. هذيك الايام خصوصا انهم هما كانوا كيشريو الحليب والكوش لبنتي. من بعد 60 يوم صافي نوضوني نخدم من جديد. كتبقى فيا بنتي كتبقى تبكي وانا ممنوع نوض من حدا الرجال ونمشي نرضعها. واحد النهار كان معايا واحد الشاب باقي صغير، شافني غير ساكته ما كنهضرش غير مهمومه، جالسه معاه ولكن غير مهمومه. هو يقول لي مسكين واش عندك شي مشكل، راكي كتباني لي ماشي طبيعيه. هي تبدا من عند الله بنتي كتبكي. هو يقول لي شكون هاد البنت، قلت ليه بنتي. ويقول لي واش انت مجوجه، لا راني حملت بنتيجه غلطه دمرت لي حياتي. وانا كنت غير طالبه شريفه ومحافظه. بقيت كنبكي وكنعاود ليه كلشي تبان ليا الدموع ديالو هابطين من عينيه. هو ينوض وقال لي غادي تنوضي دابا معايا، غتهزي حوايجك وتهزي بنتك وتمشي معايا، غادي نهنيك من هاد العيشه في مره واحده. قال لي وسمحي لي على هاد الغلطه اللي درت معاك دابا. انا راني مبلي بالفساد ولكن راني ولد الناس وكنخاف الله. لا باينه ما نقولش لكم اش حسيت في ديك اللحظه. نضت كنجريش مع حوايجي، هزيت بنتي بلا ما نبين لامي فاطمه شي حاجه. وملي بغيت نخرج كانت هي وبنتها ماشي جوج رجال في الصاله كراني. قلت ليها بلي راني غاديه مع هذاك السيد راه لقى لي خدمه. صافي حتى هي في الصراحه فرحت لي بزاف وهزت بنتي بقات كتبوس فيها وقالت لي تهلاي فيها وفي راسك. خرجت مع الراجل طلعنا في الطوموبيل ديالو وداني مسكين لواحد الشركه ديال الخشب كاينه في بوسكوره، شركه كبيره صنع العساس. وخرج عندنا العساس وهو يقول ليه دخل هاد السيده عندك هي وبنتها وتهلا فيهم حتى نهار الاثنين راه غادي تخدم معنا هنا في الشركه، ما عندهاش فين تجلس هاد يومين. دخلت مع داك العساس هو راجل شيباني تهلاو فيا هو ومرته وقال لهم كيف قال لهم السيد انني مطلقه ومن برشيد. صافي داز الويكاند نهار الاثنين جا عبد الله هو الشيف ديال الشركه وداني عند واحد السكرتيره في الاداره وقلت ليها تعلمني زعما نخدم في الريسبسيون ما في الاستقبال ونعمل الفاتورات وكونترولي السلعه اللي كتخرج واللي كتدخل. في النهايه ديال النهار في نهاية النهار الاول عطاني 3000 درهم قال لي سيكي بها فشي دار واعتبريها بحال السلف، وقت ما رديتيها لي على خاطرك. ما كنتش مصدقه هادشي اللي كيوقع ليا واللي كنعيشو. كنخاف نكون غير كنحلم ونفيق ونلقى راسي في دار امي فاطمه، ولكن مع الوقت عرفت بلي الله سبحانه وتعالى كان كيحس بالعباد ديالو وانه غفور رحيم. كريت بيت في واحد السطح في سيدي معروف. كنخلي بنتي في الحضانه قريبه من الدار، كنتهلا فيها وفي راسي. حتى الدعوه اللي كانت في النيابه العامه اللي كنت درتها ضد يونس اللي ضحك عليا وحملني ما بقيتش شفت اش وقع فيها، واش شدوه واش اعترف ليهم واش هرب وما لقاوش. ما عرفت شنو طاري من وراها كاع. صافي حاولت ننسى كلشي ونبدا من جديد على قبل بنتي اللي كنت كنكرهها واحد الكره كبير وكنشوف انها سبب كلشي اللي وقع ليا. ولكن مع الايام وليت كنبغيها وكنموت عليها. واحد النهار توحشت ماما بزاف وخوتي وقلت نعيط ليهم.
ولكن المفاجأة كانت كبيرة. عرفتو، عيطت على ماما واتصلت بها، وملي جاوباتني بقات كتبكي بواحد، مجرد سمعت صوتي كتبوس في التليفون كتقول لي فينك بنتي، راك سطيتيني من نهار غدرتي، ما بقيتش في النعاس. بقات كتزوق فيا وكتقول لي غير فينك وفين عايشه. ملي عاودت ليها كلشي وقلت لها راني ولدت بنيته وسميتها لينا، بقات كتبكي وكتقول لي كيف دايره بنتك، واش نتوما لاباس؟ قلت لها الحمد لله. وانا كنسول على خوتي وبابا كتبقى ساكته كتبكي وساكته. قلت لها مالك، شو بين ياك لاباس؟ قلت لي خوتك لاباس عليهم، ولكن باباك الله يرحمه بركه في راسك. عرفتو صافي غوته وحده، بقيت كنبكي وهي كتسكت فيا وكتقول لي صافي يا بنتي بغا الله. وكلنا ليها، قلت ليها قالت لي بلي مسكين كان مريض مرضى خيبه بسبب التفكير فيا من بعد الواقعه، وبقى حتى مات وانا كنحس بانني سبب الوفاه ديال بابا. حيت كنقول ليها انا مسخوط الوالدين، انا قتلت بابا، وهي كتقول لي لا، راه العمر اللي سالا، سواء كنتي انتي او ما كنتيش كان غادي يموت في داك النهار. ومن بعد ما هدأتني بقات كتصبر فيا ومسكينه شويه، قالت لي فينك؟ قلت لي بغيت نجي نشوفك، راني كاريه في واحد الحي، غير اجي وعيطي ليا نجي نجيبك للدار. مسكينه فرحت بزاف وقالت لي صافي الصباح نكون عندك مع الفجر. وهي هذيك داز عندي الليل كحل كنبكي وكنتفكر في بابا، كنلوم راسي على انني كنت السبب الموت ديالو الله يرحمه. ما نعستش الليل كامل، رغدت ليه نوض صليت الفجر كيف العاده، قريت شويه القران، بقيت كنتسنى في ماما، كنتسنى الطاكسيات ديال كازا في برشيد. خرجت شريت شي حاجه من عند مول الهري اللي حدايا ورجعت. من بعد شي 2 ساعات صونات عليا وقالت لي راه وصلت للتيرمينوس نتاع الطوبيس. كنجري خرجت عندها. عرفتو ما نقولش لكم اللي شافتني كانت واحد اللحظه ما عمري نساها طول حياتي. هي كتبكي وكتجري عندي وانا نبكي وعنقتها وزيرت عليا وكنبوس فيها وكنبوس لها في راسها، غير كنبوس فيها في وجهها في عينها في راسها فين ما جات. تهز بنتي لينا عرفتي وعرات على وجهها بقات كتشوف فيها بسها في وجهها وبقات كتعنق فيها. قالت لي راني توحشتك بزاف، راني يا بنتي من النهار ما مشيتي ما بقيت عايش. وانا كنعنق فيها تقصتها في صدرها وحست بشي حاجه جاتني في شكل ماشي هي هذه. ما فين كانت المفاجاه اكبر كارثه واحده اخرى من الكارثه نتاع الموت ديال بابا. من بعد ما مشيت انا وياها للدار قالت لي فيا سرطان الثدي وحيدوها ليا. صدمه كبيره ليا، ماما اللي كنبغيها اكثر من اي حاجه في الدنيا، ماما الحنينه والظريفه والكريمه مولات القلب الكبير اللي كلشي كيشكرها جيها مرض السرطان. هذه اخر حاجه كنت ممكن نفكر فيها، ولكن كيف كنقول ديما اللي خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه. دوزت معايا ماما 3 ايام كانوا اجمل ايام في حياتي. كنمشي للخدمه كنبقى نفكر غير امتى تجي 4:30 باش نخرج نمشي عندها للدار. كنت فرحانه ببنتي بزاف، ما خلتنيش نحس انها كتعتبرها بنت الحرام، بالعكس كتبقى تلعب معاها كتهزها النهار كامل، كتخلينيش نديها للحضانه ديك 3 ايام. نيت ليها رجليها ويديها، ديتها للحمام، ديت ليها حويجات، تلعب معايا مسكينه كل ساعه. من بعد عيطوا ليها خوتي وقالوا لها ضروري ترجعي دغيا باش تشوف الطبيب. مسكينه قالت لي باش نصبر شويه وما نمشيش معاها للدار عند خوتي. قالت لي راهم مازال مقلقين عليك، يقولوا لي انت كنتي السبب ديال المرض ديال بابا والموت ديالو، السبب ديال والسبب ديال المرض ديال ماما يعني بالسرطان. وغير قالتها لي كنبكي ونعنق فيها وهي كتقول لي انت يا بنتي راك ما درتي والو، راه المكتب الله اللي تصرف، انت غلطتي غلطه ممكن تغلطها اي بنت في هذا الزمان. بينساو مع الوقت. نهضر معاهم يجيو هما براسهم يديوك معاهم. خوتك الكبار راهم تزوجوا بجوج، خوك الكبير راه ولد اسمه ايمن كيشبه لينا تماما. خرجت مسكينه صحت المحطه ورجعت وانا كنفكر كيفاش خوتي ولاو كيحسبوني انا اللي قتلت باهم ومرت امهم وكنت سباب. كنت كل ما كنقول صافي الدنيا ضحكت ليا وهذه الايام النكد والهم والحزن كتمشي مره واحده من حياتي. ولكن الهم كان كيقول لي منك ما نفرح، واش انا صقعه لهاد الدرجه؟ علاش يا ربي انا من دون الناس؟ مره واحده غلطت في حياتي كندفع الثمن الغلطه حياتي كلها. انا سخط عليا الله حتى لهاد الدرجه كنصلي ونصوم يوم الخميس. من نهار خدمت وسكنت بوحدي كنقرا القران كنصدق كنقيم نستغفر وندعي النهار كامل وحتى الليل. علاش حياتي ما بغاش تبدل؟ واحد النهار كنت غاديه للخدمه كيف العاده، هز علينا الحمال ديال الصدر، زعما هزها قدامي بداك الحمال. كانت الشتا كتصب خيط من السما وانا غاده في ديك الشتا. وقف لي واحد الراجل بالطوموبيل كان مازال صغير،
قال لي يلاه نوصلك، راه البنيته غادي تمرض لك في هذا الشتا. قلت لي لا ربي يخليك راني غير قريبه، واخا انا كنت مازال قدامي طريق طويله لانني ما كنثق نهائيا، وشفت ان متبعني اللور شويه بشويه بالطوموبيل وخفت بزاف. بديت كنجري وسط داك الماء والغيث حتى وصلت للبنت الحضانه عرقانه. دخلت حطيت بنتي وخرجت لقيته مازال واقف. مشيت عكس الطريق ديال اللي ماشي منها هو، نتفاداه. هو ينزل من الطوموبيل ديالو تبعني كيجري. قال لي ما تخافيش راني كنعرفك من بعيد، عاودوا لي عليك شي ناس كيسكنوا حدا الدار اللي كاريه انت فيها، شحال هادي وانا باغي نهضر معاك، راه عاودوا لي عليك كلشي حتى الاخلاق ديالك في الدرب والاحترام اللي عاطيه الراس، وانا راني ناوي المعقول الا قبلتي عليا. قلت لا الله يرحم لك الوالد، الا كنتي باغي تفلى شوف وحده اخرى من غيري، راني ما قادره على صداع. دخلت عليك بالله سبحانه، دخلت عليك بالله سبحانه باللي عزيز عليك. قال لي والله اختي الا راني قصدي شريف غير اجي طلعي معايا دقيقه للطوموبيل. قلت لي ما نقدرش اخويا، الا بغيتي شي حاجه اجي عند الناس اللي كاريه عندهم وهضر معاهم، راه السيده اللي كاريه عندها انا راه بحال ماما. ويقول لي ما قلتي عيبه بنت الناس دابا زبرتي في عيني، ولكن راني مزوج مطلق عندي جوج وليدات دراري صغار عايشين مع ماماهم، الا كنتي قابله على نجي عندكم قلت لي حتى تجي ويكون خير، والطلاق ماشي عيب راه من الحلال ديال الله. صافي مشيت وكملت طريقي. من رجعت للدار بقيت النهار كامل كنفكر في هذاك السيد وكنقول راني يمكن تسرعت، علاش قلت ليه اجي؟ حبي يعرف الماضي ديالي ويعرف انني والده من زنقه وباللي مسخوطه كنت في سبب وفاه نتاع بابا والسبب المرض ديال ماما، وخوتي حالفين عليا وما يشوفوش في وجهي. كنقول اش درت انا باقا؟ قال لي الزواج. انا وجه الزواج ولا وجه الدار والعائله؟ كنبكي تاني. هو يدوز مع عند الله الشف ديالي عبد الله اللي خدمني في الشركه النهار الاول، ولقاني كنبكي وهو يجلس حدايا وقال لي مالك؟ ياك لاباس وئام؟ ياك ما كاين باس؟ واش هضر معاك شي واحد في الخدمه؟ واش لينا عندها شي مشكل؟ قولي غير اللي خاصك، انا موجود بحال خوك حتى حاجه اخويا. ويقول لي غير مالك؟ قول لي مالك. قلت عاودت ليه القصه، عاودت ليه القصه على داك السيد كامله. هو بدا يضحك قال لي وحتى انت راك مدوخه مع راسك، يلقى ما احسن منك الحمد لله، انت شابه زوينه مخلقه بنت عائله. سي علينا دوك الهورا اللي فاتوا، راه ما كاينش شي وحده ما عمرها خرجت مع الرجال ولا الدراري في هذا الزمان، انت راك غير مراه وحده وتصيدتي عليك اللي كتاب. راه كاين اللي كيدير شحال من حاجه وما كيوقعلوش هادشي اللي كتقولي انت دابا. وقع لي راك انسانه زعما مؤمنه بالصلاه وبالدين الصيام الحمد لله، كيشكر فيا وكيشكر زعما الخدمه ديالي. قال لي صافي توكلي على الله وعرضي علينا نفرحوا معاك. وقنعني مسكين وحيد ليه ديك الافكار الكحله اللي في راسي. صافي قررت نوافق الا جا عندي هذاك السيد وقبل عليا وعلى بنتي نعيش معاه. رجعت للدار طايره. ملي رجعت من الخدمه لقيت مولاة الدار الكاريه ليا اللي قدام الباب وهي كضحك، وهي سلمت عليا وهي تعمقني قالت لي مبروك عليك على العروسه، عليك كل خير. قالت لي انت اش كنقول لك راه ربي كبير ما غاديش يتخلى عليك. قلت ليها شنو كاين؟ كنعيط لها حبيبتي. قالت لي جاو فيك الخطاب، راه جا واحد السيد هو والوالده ديالو عندنا للدار وبغاو يخطبوك. قلت ابتسمت وهي تقول لي وراهم ناس مزيانين، ولد باينه فيه الله يعمرها دار، وراه باينه فيهم لاباس عليهم والناس ديال الخير. شوف هي قالت لي خلي بعدا نجلسوا نكملوا الهضره في الدار. دخلنا للدار بقات كتهضر لي عليهم وعلى السيد اللي جاي يخطبني. قالت لي بلي راه عنده قهوه كبيره في السونتر ديال المدينه، بلي راه فايت كان مجوج. السيده اللي كان معاه كانت خايبه معاه بزاف وكانت ما كتحترموش، طاقسه ديما عايشه معاه غير في الغوات والصداع. نهار تزوجوا هو صابر غير على ولد ولادو، ما بغاش يتفارقوا ويشتت الشمل، وفي الاخر مابقاش قادر يستحملها ويستحمل العذاب اللي عايش فيه معاها، لان هي ودارهم، لان دارهم حتى هما كانوا كيدخلوا ليه في حياته، كيحرشوا بنتهم حتى خرجوا عليها، حرشوا بنتهم حتى خرجوا عليها فيها العش. وراه باغي دابا يبدا حياه جديده، كيحاول ينسى الماضي والعذاب ديالو. وراه كان كيتبعني وكيلاحظني من بعيد بلا ما نحس به، وسول عليا وقالوا ليه الناس راه بنت الله يعمرها دار. من نهار سكنت هنا ما عمرنا شفنا عليها شي حاجه خايبه. قرر يجي يخطبني. قلت ليها اللي بان لك اللي يصلح، صافي ما عندي ما نقول، راه انت كبر مني وعارفه احسن مني، ولكن المشكله وحده اللي عندي. قلت لي شنو هي المشكله بنتي؟ عرفتك غادي تقولي لي بنتك لينا. قالت لي لالا وئام بنتك راه هضرت معاهم عليها وقلت لهم كل شيء، قلت لهم بلي راك تعرضتي للاغتصاب وكانت هي الضحيه تاع واحد ولد الحرام اللي تسلط عليك. قالوا لي مسكينه وقالوا لي راه هذه عامله بحال بنته وراه فيها حسنه وفيها الخير، يعني غير قولي بسم الله وتوكلي على الله. وراه عايش بوحدو عنده بالبرطمه ديالو في المعارف، كان سادها وساكن مع والديه وهنا في الدرب. من بعد الطلاق راهم غاديين تمشيو تسكنوا في المعارف. من بعد فرحت بزاف حبيبتي، عيطات ليهم، هزت التليفون واتصلت بهم وقالت لهم عروستنا راه موافقه. وانا كنسمع الصوت ديال الصغاريت من التليفون خارج، كانت ماما كتزغرت. الغد اتصل بيا وقال لي راه فرحان بالموافقه ديالي، انه غادي يحاول يعيشني احسن عيشه ان شاء الله. ملي خرجت من الخدمه لقيت واقف قدام الخدمه معاه في الطوموبيل وقال لي غادي تمشي معايا نشري لك شي حاجه. جيت معاه لواحد البوتيك نتاع الذهب، قال لي عزلي
اي خاتم بغيتي باش نجيبو لك ان شاء الله في الخطوبه. قال لي مزروب على الجواج. الخاتم والسلسله والبراس. رجعنا نزلني حدا الدار وقال لي راه غادي يجي هو وماما واختو نهار يخطبوني رسميا، انهم بغاو يوجدوا العرس مباشره من بعد الخطبه. قلت لي ما كاين حتى شي مشكل، غير نعلم ماما وحبيبتي باش يكون في راسهم. قال لي يلاه تهلي في راسك وفلينا. مشيت قلت لحبيبتي، عيطت لماما وقلتها ليها، فرحت بزاف وبقات كتبكي وكتزغرت مسكينه. قالت لي غادي نجي عندك ان شاء الله غدا ونوجد معاك ونحضر معاك كل شيء. بنتي غادي نشوفك مع خوتك اللي بغاو يجيو معايا الله يهديهم. دازت الخطبه زوينه. جات الام ديال امين، جاو خواتاتو بجوج وخالته وشي ناس قرابيت ليهم، وانا حضرت معايا ماما وخالتي وعبد الله الشاف ديالي. شي بنات كانوا خدامين معايا صحاباتي وبنت حبيبتي وراجلها. شحال خالتي بكت مسكينه وطلبت مني السماحه وقلت ليها انت ما عليك والو، وحتى راجلك راه مسكين خاف على السمعه ديال بناتو. صافي الامور دازت بخير. كتبنا العقد ديال الزواج نهار 3. من بعد وليت كنخرج انا وامين ولينا. تهلا فيا بزاف وخلاها حتى هي كتموت عليه وبدات كتقول ليه بابا. هو فرحان بها بزاف ما كيخلينيش يريديها. انا فرحت بزاف وبديت كنوجد العرس انا وياه. درنا العقد ديال الزواج انا وامين، بدينا كنوجدوا العرس. ولكن المشكله هي ان الطليقه نتاعو خرجت لينا من الجنب. صوروا انها كانت قبل ما ندخل انا لحياه امين كتمنع عليه يشوف ولادو وكتحاول تكرههم فيه. قليل فين كيشوفو مسكين. ملي عرفاتو تزوجني قلت الخبر ديالنا بدات كتعيط ليه كل ساعه. مره ولدك مريض، مره راه ولادك كيبكيو، مره راهم توحشوك بغاو يشوفوك. كل مره كتعطي حجه. وانا كنقول ليه ماشي مشكل راهم ولادك هما محتاجين ليك. ولكن هو كان كيبان فيه مخبي شي حاجه. فين ما كان كيجي من عندهم كيبان لي مغير ومهموم. حاولت معاه وبزز باش قال لي. واحد النهار جا عندي قال لي ما بقاش نمشي عندها، راه لصقاتني باغييني نرجع انا وياها على ود الولاد. وكطلب مني السماحه وقالت لي بلي ما كانش عندها العقل وراها عرفت دابا المكانه ديالو في حياتها. عرفتو واخا انا كنت كنموت عليه وكنغير عليه من اي حاجه. قلت ليه هذيك راه ام ولادك، هادوك ولادك، انا اللي دخلت لحياتك في وقت ماشي مناسب. وقلت ليه انا كيبان لي من الاحسن ليك والاحسن لهادوك الوليدات انك ترجعها وتطلقني انا وتعاود حياتك مع الاسره ديالك من جديد. وكن على يقين راني غاديه نكون فرحانه لكم وسعيده بالشمل ديالكم، وغاديه نكون اخت، كنت احسن اخ عندي ان شاء الله. عرفتو ما تصوروش انه بدا كيبكي وقال لي انتي راك مالاك، ما عمري شفت شي انسانه في الطيبوبه ديالك، وانا معاك عاد عرفت معنى الحياه ومعنى السعاده. قبل ما نعرفك راني كنت كنعيش الجحيم، باغا تربيني في الجحيم بيديك. عنقني لاول مره مسكين كيعنقني وتيقول لي هذيك راها الفعه، هذيك راها عينيها غير على ود الفلوس والدنيا والطمع، ماشي بحالك انت اللي غير نيه. صافي بقى كيسايس فيها حتى خلاها تنساه واحد شويه. قلبت عليه ما بقاتش كتبرصتو. لكن المشكله الكبيره والمكيده العظيمه اللي كانت كتوجد فيها لينا انا وامين ما غاديش نعرفوها حتى النهار اللي غادي نمشيو انا وامين لدارنا. وفي اول ليله في الدار كانت ليله كحله. من بعدها بديت تبدا ايام كحله خلاتني استغفر الله العظيم نشك واش كاين شي حاجه سميتها الرحمه. قلت صافي انا تخلقت باش نتعذب في هاد الدنيا. دوزنا عرس زوين كلشي فرح بينا، من صحابو من العائله من الجيران. كنت كنحس براسي بحال شي اميره، وانا والناس دايره بيا تبعاني. والقاعه كلها ديال الافراح ديال عين الشق عامره بالناس. كلشي كيهنأ فينا. كان العرس ما عمرني حلمت به وما عمرني ننسى الامين هذا الخير وهاد الفرحه اللي دخلها عليا في حياتي. سالينا العرس شفنا لواحد لوطيل كان امين حاجز فيه ليلات. بيعونا الطوموبيلات حدا الباب لوطيل، نزلنا وانا لابسه اللبسه البيضاء ديال العرايسات والناس كتشوف كتلوح ليا بالورد. دخلنا لوطيل ولكن المشكله هي اول ليله ليا انا وامين كنت انا خايفه بزاف. هو كيحاول ينسيني ويطمئني، ولكن الكارثه اللي خرجت لينا من الجنب هي ان امين ما كان يمكن له يدير حتى شي حاجه. كان مثقف مسحور على الزواج. ثم بدات قصه اخرى من الجحيم ديال وئام اللي تابعها البلاء فين ما مشات. مسخوطه ديال مراتو كانت متقفاه ما يكون مع حتى شي مرا واحده اخرى من غيرها. بلا ما ندوي معكم على التفاصيل كنعطيكم غير النقط وانتم راكم فهمتوني. من بعد ما تعرض راجلي للسحر مشينا عند بعض الفقهاء اللي هما متدينين وكيخافوا الله كيديروا الرقيه الشرعيه بالقران. بقاو كيعملوا لينا الشرق
كيديروا لنا الرقيه باستمرار ولكن بلا نتيجه. دازت 3 شهور بحال هكاك وانا وليت كنقول راجلي نمشي عندها ونطلبها، قال لك هذا السحر. هو ما خلانيش وقال لي واخا نبقى مسحور طول عمري ما نطلبهاش وما نتصرهاش، راه ربي كبير. خصوصا ان راجلي كان كيخاف الله وملتزم دينيا بزاف. ما نكذبش عليكم، انا بداو شي عيالات كيعمروا لي راسي راه كاين شي شوافه كتعمل شي حاجه مزيانه وراها كتفك لكم السحر. الشيطان ضحك عليا ومشيت عند اكثر من 4 منهم بلا نتيجه، ضحكوا عليا بالهضره الخاويه. صافي استغفرت الله وقلت اللي مكتبها الله هي اللي غتكون. حتى واحد النهار لقى راجلي مع شي واحد ولد الناس غير صدفه في المسجد، صدفه في الجامع. كان اخ ملتزم متدين، بقاو كيهضروا وقال لي على المشكله ديالنا ويقول لي راه كاين واحد السيد، كاين واحد الامام في الجامع في عين السبع كيقولوا ليه عبد الواحد كيدير الرقيه الشرعيه وانه ما كيخليش السحر. مشينا عنده انا وراجلي وكان زحام بزاف، ما جاتش فينا النوبه. وفي النهار الثاني قبل الصلاه تاع الفجر هو غير كيصلي بالناس في الفجر وكيبدا يفرغ في الارقام ديال النوبه. بقينا تما من قبل الفجر، ما جاتنا النوبه حتى 12 ديال النهار. الناس جايه عنده من الخارج من كاع المدن. دار لينا الرقيه على التمر وعلى الماء وقال لينا نعوموا به ونشربوه وناكلوا داك ونحافظوا على قراءه البقره وعلى الصلاه وما نسمعوش الاغاني نهائيا، نسمعوا القران صافي. وداك الشيء اللي عملنا سبحان الله في ظرف 7 ايام تحل الثقافه ولا راجلي عادي الحمد لله وشكرنا. المهم باش ما نطولش عليكم اكثر، بقى راجلي مسكين كيمشي عند خوتي كل سيمانه كيحاول يقنعهم وما كيخلي ما يدي معاه ليهم، يشوفوه متدين بزاف، شوفوا الاخلاق ديالو وكيقول ليهم راه الاقدار هي اللي كتبت على باباكم وماماكم هذاك الشيء راه ماشي وئام، وكل ما كانش وئام كاع في الدنيا كان باباكم وماماكم غادي يوقع لهم نفس الامراض والعمر غادي يتسالي في نفس النهار اللي مكتاب ليه. وقال لهم راكم ظلمتوها بزاف وتخافوا شي نهار لا قدر الله يغبر شي حد منكم وانتوما ويندم على الطرف الثاني بزاف. المهم غتقول الامر دابا في الحياه وهي راها كتموت عليكم بزاف. المهم حتى واحد النهار كنت في الدار ما عليا ما بيا كنسمع الباب تاع دخل راجلي وهو كيضحك وشويه كثرت الصدمه كيبانوا لي خوتي كاملين داخلين موراه. طرت بالفرحه وبالبكا والدموع وانا كنعمق فيهم. هما كيطلبوا مني السماحه، فرحوا بزاف ملي شافوني لابسه الخمار، شافوني وليت مدينه بزاف. كنحفظ دابا القران، انا وبنتي كنحفظوا القران. واحد الحي فين ساكنه انا تحولت حياتي كليا. انا كنت كنعرف باللي الله قادر على كل شيء ولكن ما عمرني عرفت بحال دابا ان الرحمه ديال الله ممكن توصل لهاد الدرجه وان الانسان بقرب من الله ممكن يعيش حياه سعيده كيف عايشه انا وبنتي دابا وراجلي. دابا نوصيكم كاملين خوتي في الله انكم تقربوا من الله بزاف والله العظيم حتى مشاكلكم كلها غتحل. اللي كتشكي من راجلها وكتقول ما كيعاملهاش مزيان، واللي كتقول حياتها كلها مشاكل، واللي كتشكي من الفقر من الزوجه ديالو من المشاكل ديالها، واللي حياتهم كلها مشاكل وصداع ومدابزه وغوات وكيقولوا نصاب شي نهار نعيش بحال الناس مهنيه كلشي ساهل وكلشي بيد الله. غير تقربوا من الله وحافظوا على صلاتكم في الوقت وعلى الفجر، قيام الليل وصيام الاثنين والخميس، والله حتى تصبح حياتكم حياه اخرى وتقولوا سبحان مبدل الاحوال. هنا سيادي سالت القصه ديالنا، القصه للعبره يستافدوا منها البنات. وما نكونش طولت عليكم، واخا القصه كانت طويله وكنتمنى تعجبكم وكنتمنى قولوا لي واش عجبكم. مره نقلح لكم بحال هاد الفقرات بحال هاد القصص بحال هكذايا. ما تنساوش ديروا اشتراك فعلوا الجرس وديروا شي كومونتير الا كاين شي عجبتكم شي حاجه قولوها لي، ما عجبتكمش قولوها لي، كلشي كنتقبلو. شكرا لكم بزاف، كانت معكم صوتي نحكي لاما.